بعد فضيحة حكم مباراة المغرب وفرنسا، الإعلام الفرنسي يؤكد أن هدف ميسي غير شرعي. أظهرت الإعادات التلفزيونية للهدف الثاني لميسي في فرنسا أن لاعبين من دكة احتياط منتخب الطانغو دخلا أرض الملعب قبل دخول الكرة إلى مرمى كلوريس. وبحسب الفقرة 9 من المادة 3 من قانون كرة القدم، فإنه إذا أدرك الحكم بعد تسجيل هدف وقبل إعادات بدء اللعب أن شخصا آخر كان في أرض الملعب في الوقت الذي سجل فيه الهدف، يجب على الحكم أن يلغي الهدف. وأضافت اللائحة القانونية: إذا كان الشخص الزائد في الملعب لاعبا بديلا أو لاعبا مستبدلا أو مطرودا أو مسؤولا من الفريق الذي سجل الهدف، فيجب إعادات اللعب بضربة حرة مباشرة من المكان الذي تواجد فيه الشخص الزائد. وبدأت الصحف الفرنسية وعشاق منتخب مبابي بمطالبة الفيفا بإعادة المباراة من جديد بسبب اختراق القوانين الواضحة. هذا وفاز أصدقاء ميسي بكأس العالم بضربات الترجيح بعدما انتهت المقابلة بالتعادل الإيجابي بعد التمديد إلى الوقت الإضافي بنتيجة 3 أهداف لكل فريق.